السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اسعد حال وفي اتم الصحه دايما يا رب. بحب اطمنكم تقول لكم ان احنا النهارده بامر الله معانا رساله حلوه جدا. ويا رب تكون الرساله دي جميله. تدخل قلوبكم الامل. وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب واكتبوا لي كومنتاتكم. رسالة النهارده من قلب حبيب عاشق. بيبعت يقول لحبيبته، نصه التاني شريكة حياته، يقول لها: ما كنتيش حب عادي بالنسبة ليا، انتي حب العمر كله. حب ما ينفعش يتكرر ولا يجي في العمر كله إلا مرة واحدة بس. ده إحساسي بيكي، وأنا مش عارف إحساسك ناحيتي، هل هو نفس الإحساس ده ولا أقل؟ قال لها: أنا على قد ما ببقى مطمن وأنا معاكي، على قد ما ببقى محتار، لأني مش عارف أحدد مستقبلي معاكي. ساعات بتعشميني بالوصل وتحسسيني إننا هنكمل مع بعض لآخر العمر، وساعات تانية بحس ان روحك مش معايا اصلا، بحسك تايهة كده وشريدة. ببقى عندي اسئلة كتير قوي نفسي اسألها لك، بس عمري ما بلاقي عندك الجواب اللي يطمن قلبي. انت عارفة يا حبيبتي ان انا حتى وانا نايم بحلم بيكي، بحلم ان انت معايا وحواليا، دايما روحك محوطاني. انا شوقي ليكي مش هو المشكلة، تفكيري دايما المستمر فيكي اللي بيخليني مش عارف اعمل اي حاجة وانا بعيدة عنك، هو ده المشكلة بجد. املي اللي انا عايش عليه ان احنا نكمل سوا لاخر العمر، ان انتي تبقي جزء مني قدام كل الناس. عارفة ان انتي اكبر حلم انا حلمته في حياتي، ولما بتزعلي مني بحس ان الدنيا دي ما فيهاش اي حاجة ممكن اعيش عشانها. بعدك عني ما بيسيبش غير فراغ قاتل. روحك هي اللي بتقويني ان انا اكمل، هي اللي بتديني امل ان انا اقدر اعيش لليوم التاني. مفيش اي حاجة في الدنيا دي تقدر تخليني سعيد زي القرب منك، ولما بتبعدي بحس ان انا تايه. حتى لو قربك مني ما بيكونش بالشكل اللي بحلم بيه او اللي بيديني كل الاحساس اللي انا محتاجه، بس كفايه ان هو بيديني احساس بالامان كده وان انا مطمن. يعني انا عايزك تعرفي بس وتحسي بيا ان انا في بعدك عانيت قد ايه، وبجد طول الوقت مشتاق لك ومشتاق لكلامك والانفاسك جنبي. انا في غيابك ما بعملش اي حاجه غير ان انا بدعي ربنا ان هو يقرب ما بيننا ويقويني ان انا اعمل حاجات اكتر علشان نبقى سوا، لاني بجد بحبك. انا مش عارف انت ليه بتبعدي عني كل ما بقرب ليكي. بجد انا مش بقتش فاهمك، ما بقتش فاهم انت بتفكري فيا ازاي. انا صبري نفد خلاص. انا عايزك تكملي معايا العمر كله، وانتي مش مرسياني على بر، هتفضلي معايا ولا بتفكري في حد تاني؟ انتي في حد عندك بيحاول يقولك ان انا مش الشخص المناسب بالنسبة لك، ان انتي تستاهلي حد احسن مني؟ مفيش حد ممكن يعني يتفق عليه البشر كلهم. زي ما انتي في ناس عندك شايفين ان انا مش الشخص المناسب ليكي، في برضو حواليا كتير بيقولوا لي ان انا مش، ان انتي مش الانسانه المناسبه. بس انا بتحدى كل ده، لان انا عارف انتي ايه بالنسبه لي، وعارف انا عندك ايه. المفروض احساسي بيقول لي كده، نفسي بقى انك انتي تعملي اللي ياكد لي الاحساس ده. انا بحبك، انا ما بقدرش انام ولا اقدر اقعد دايما متعذب في البعد عنك. انا مش عارف اعمل لك ايه علشان ترضي انك ترجعي لي تاني وان احنا نكمل مع بعض. فهميني. انا ساعات ببقى عايز اكلمك واسالك انت عامله ايه دلوقتي، او انت ناويه تجيلي بكره نشوف بعض ولا لا، بس تصرفاتك واسلوبك بيخليني مش عايز اعمل كده. فبسببك بجد بقيت مشتت، ما بقيتش عارف استمتع بالحياه زي الاول. وفي نفس الوقت مش عايز حياتي ترجع زي ما قبل ما تدخلي فيها، لان انتي اديتي لحياتي طعم انا عمري ما عرفته غير معاكي. انا مش عارف انتي بتعملي كده ليه. انا طول الوقت حاسس ان روحك هي اللي مسيطرة عليا، ان انا ما ينفعش اعمل اي حاجة
انتي مش موجودة فيها. ما ينفعش انبسط وانتي مش معايا، ما ينفعش اكلم حد غير لما اقوله ان انتي حبيبتي، انتي الحلم اللي انا بحلم بيه، انتي الحياة اللي انا نفسي اعيشها. سعادتي بجد ربنا هيعوضني بيها هي لما اكون معاكي طول العمر. فعلشان كده انا مش طالب منك بس غير انك تأمني بحبنا وتطلعي كل مشاعرك اللي جواكي ليا، لان في بعدك عني انا بحس ان روحي بتتسحب. عارفة، انا مش شايف في الحياة دي غيرك انتي وبس. شايف ان ما ينفعش ان يكون لي عيال غير منك انتي. انا عندي حاجات كتير جدا في حياتي مش عايزة اشيلك همها، لان انا شايف انك ارق من انك تشيلي الهم. شايف انك ما تستاهلي تعيشي ملكة مدللة. علشان كده ما تستغربيش لما تلاقيني بقيت اوقات حزين او مكتئب، وده لاني بفكر ازاي احل المشاكل دي عشان ما ابقى متفرغ بس ليكي، ولان انا احقق لك طلباتك واخليكي الانسانة اللي تستاهل تكون موجودة في حياتي، واللي انا استاهل وجودها. عايزك تكوني اسعد واحدة في الدنيا. بدعي ربنا في كل وقت ان يديني القوة ويديني الصبر ان انا احافظ على علاقتنا دي. اوقات بكون عصبي، لكن ما بتكونيش انت المقصودة بالعصبية دي، بتكون مجرد غضب او تفريغ شحنة اكتئاب وزعل من كل الحاجات اللي حواليا. انت لو تعرفي اللي في خيالي وانا بفكر ليكي في ايه وشايف مستقبلنا ازاي هتطيري من الفرحة. لكن انا مشكلتي ان انا مش بعرف اتكلم طول الوقت واعبر عن اللي جوايا. انتي عاملة زي الفراشة بتحبي تتحركي طول الوقت وتتكلمي طول الوقت. ممكن بتكوني شايفاني اوقات مش الشخص المناسب ليكي، لكن لو ركزتي ودققتي في اللي بينا هتعرفي ان مفيش حد ابدا يناسبك قد ما انا بناسبك. انا بحبك، والحب ده كفاية قوي انك يخليكي تحسي بالامان معايا. انتي ساعات بتتهميني بالكسل وان انا ما بسعاش وان انا في ايدي ان انا اكون في دنيا في مكانة احسن من اللي انا فيها دلوقتي، وده لانك انتي ما تعرفيش الكواليس اللي انا عايش فيها. ما تعرفيش انا بحارب في ايه. انا بحارب في كذا جبهة، بعمل كذا حاجة في الدنيا علشان اخلي دنيتنا احسن واخلي مستقبلنا اجمل. بحاول ان انا طول الوقت اكون معايا الامكانيات المادية اللي تخليني اعرف اعيشك سعيدة. بس ما بحبش اشغلك بده، ما بحبش كل شويه اقولك انا عملت وانا سويت، انا بعمل كذا، انا في كذا، انا فلان ليه عندي مش عارف ايه، انا بروح شغل جديد وعندي مشاكل فيه، انا اهلي فيه ما بيني مش عايز ادوشك بالبلاوي دي كلها. قابل ان انا اشيل كل ده لوحدي علشان بس ابقى فاضي ليكي كده وان انتي تكوني سعيده. ورغم كل ده بتتهميني بالتقصير. حاولي ركزي في طلباتي، حاولي ركزي في مشاعري، حسي بيا. كل اللي انا طالبه بيكي بس انك تحسي بيا وتاكدي اني بحبك وان عمر ما حد في الدنيا دي هيسعدك قدي. وبكده انتهت رسالتنا النهارده من قلب الحبيب العاشق لحبيبته. يا رب تسمعها بقلبها وتحس بكل كلمة فيها وتحاول تنفذ وصايا حبيبها. وبندعي ربنا انهم يعيشوا في هنا وسعادة ويكملوا باقي العمر سوا. استنوني في رسالة تانية من بين محبين تانيين يكون فيها رسائل تحسسهم بالأمل والحب والفرحة. واكتبوا لي كومنتاتكم وتعليقاتكم على الرسالة دي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام عليكم.